الحمد لله على نعمة القرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا أخرانا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرا وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عيشة هنيئة وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا. نسألك العلا في الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم نور أبصارنا وجلاء همومنا واجعله شفيعنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم اغفر للحاضرين وارحمهم وتقبل منهم يا رب العالمين وأعنا معهم يا حي يا قيوم. اللهم أنزل السكينة على هذا البيت وأهله يا رب العالمين. ألف بين القلوب واجمع شتات القلوب. اللهم بارك للحاضرين والسامعين ولأهل هذا البيت اغفر لهم وارحمهم. بارك لهم في دينهم وبارك لهم في رزقهم وبارك لهم في أعمالهم وبارك لهم في أولادهم وارزق اللهم استر بناتهم واستر عوراتهم يا رب العالمين واجعل أولادهم قرة عين لهم في الدنيا والآخرة. اجعل هذا أهل هذا البيت الحاضرين والسامعين بيوتهم بيوت صلاح وتقوى وبر وهدى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. كل إخواننا المستضعفين كل إخواننا المشردين كل إخواننا المجاهدين في برك يا وبحرك يا رب العالمين. كلهم على أرض الإسراء والمعراج وكلهم في الشتات يا رب العالمين. ثبت مجاهدهم. اللهم
احفظ مرابطهم، اللهم فك أسر مأسورهم، اشف مريضهم يا رب العالمين، وأعنا معهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم وفقنا لخدمة أخرى يا رب العالمين، وفقنا وإخواننا، وأنزل المحبة بيننا يا رب العالمين. اجعل اجتماعنا هذا يا رب العالمين لك يا حي يا قيوم، واجعلنا من أهل القرآن وخاصة اجعلنا يوم القيامة ممن يقرؤون ويرقون برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من كان منا مبتلا فعافيه، ومن كان مريضا فشافيه، ومن كان مهموما فنفس همه، ومن كان مكروها فرج كربته يا رب العالمين. اللهم بحق اسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجابت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر لوالدينا ولوالد والدينا ولعلمائنا ولمن علمنا ولمن له حق علينا رب العالمين. اللهم أتم هذه الرحمة علينا وهذه النعمة، نعمة القراءة ونعمة حفظ القرآن. اللهم اجعلنا مفاتيح خير ومغاليق شر يا رب العالمين. هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد في الأولين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد في الآخرين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين.